بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد في سلسلة تعلم لينكس من البداية. والفيديو اللي معانا النهاردة مش هيتكلم عن حاجة معينة بالتحديد، يعني زي ما اتكلمنا عن SSH المرة اللي فاتت، أو إن أنت تمانج الفايلز مثلا والدايركتوريز والكلام ده كله. هو يعني مجمع كذا حاجة أهم، طبعا صورة عاملة بالاي اي. ف دي المواضيع اللي احنا هنناقشها النهارده، تقدر تعتبرها كده زي مكملات ليك وانت يعني حاجات كده ضروريه شويه وانت بتتعلم لينكس او بتتعامل مع اي توزيعات لينكس. اول موضوع معانا ازاي تنقل ملفات من اي توزيع لتوزيع تانية. يعني مثلا ازاي انا مثلا خلاص دخلت على جهاز بالاس اس اتش، ازاي بقى ابعت له ملفات واخد منه ملفات. احنا كنا بندخل بالاس اس اتش علشان نعدل، نعمل ملف مش عارف ايه، ولكن الملف ده مش عندي، انا عملته هناك. طب خلاص انا عايز اجيبه عندي بقى. هنتعلم الاس سي بي او سكيور كوبي، يعني ماشي. عندنا ضغط وارشفة الملفات زي وين رير كده في الويندوز. عندنا ازاي تعمل شت داون او ريبوت للمكنه او للسيستم. طبعا يعني كلنا متعودين نروح جايين كده، هنا كده الجهاز هنك اصلا، الجهاز بتاعي تعبان قوي، تروح جاي على باور وشت داون. ولكن يعني في بيئه احترافيه شويه ما بيحصلش الكلام ده، نتعلم الاوامر بتاع الموضوع ده. وهناخد مدخل بسيط كده عن حته ان انت ازاي تمانج اليوزرز وتدي صلاحيات وتسحب صلاحيات وتخلي ده سودو وده مش سودو والكلام ده كله. فباذن الله يكون فيديو خفيف لطيف ظريف النهارده. طيب احنا هنبدا بايه؟ هنبدا بالاس سي بي. اللي ما سمعش الفيديو اللي فات عن اللي هو بيتكلم عن الاس اس اتش، يا ريت يسمعه علشان يفهم احنا بنتكلم في ايه. احنا كان عندنا هنا توزيعة كالي لينكس، وكنا منها بنعمل اكسس على توزيعة سينتوس بالاس اس اتش، وكنا بنقول ان احنا بنروح كاتبين الامر وكاتبين اسم اليوزر على الايه، على الاي بي، وبنروح عاملين اكسس، نروح داخلين بالاس اس اتش على طول. ولكن ده مش موضوعنا النهارده، لو عطلان في الجزئيه دي تقدر ان انت تشوفها في الفيديو اللي فات. طيب احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الاس سي بي. طيب نركز شويه علشان في حته بتلخبط هنا. دلوقتي الامر اللي هكتبه ده علشان اعمل ابلود لملف عندي اوديه للمكنه اللي هناك. يعني مثلا انا عملت اكسس من هنا، من الكالي اللي هي دي هنا، فانا ليا بقى ليا تحكم هنا من هنا. فانا عايز بقى من هنا ابعت ملف اوديه هنا. يا رب تكون واضحه. وهنعمل العكس برضه، لكن احنا دلوقتي بنعمل ابلود، يعني نعتبر ان ده سيرفر خلاص واحنا بنعمل عليه ابلود. جميل. طب نعملها ازاي؟ مثلا الملف ده، انا عندي ملف اسمه بيتر كاب مثلا، ده انا عايز ارفعه هنا. نعملها ازاي؟ بنعملها ازاي؟ احنا دلوقتي جينا عملنا الاس ملف قدامي اهو اهو. نعمل بس ايه كلير علشان الخصوصيه، يعني انا عندي ملفات مهمه وكده. طيب هنكتب اس سي بي، ده ملف احنا هنتعلم ازاي نعملها مع الملف وازاي نعملها مع الدايركتوري. طيب ده ملف اسمه بيتر كاب، هنروح كاتبين اسمه. جميل. انا دوست على التاب راح مكمل. طب ليه كمل؟ علشان الملف ده موجود معايا كويس، موجود. يعني لو مثلا جيت اكتب باي عبط كده مش بيكمل اهو. خلاص بنتذكر مع بعضينا، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، لكن ايه بنتذكر مع بعضينا. طيب انا بقول له انقل لي بامر اس سي بي، انقل لي الملف ده. طيب يا عم انقله فين؟ انا كنت بدخل فين؟ كنت بدخل على السيرفر اللي اليوزر بتاعه نانو على 100 كده بهذا الشكل. جميل. هل الامر ده خلاص كده؟ لا مش خلاص. ما انا هنقله اوديه فين؟ اوديه فين يعني؟ خلاص اروح ارميه على السيرفر وخلاص؟ لا، بنروح كاتبين دبل دوت كده بهذا الشكل، وبنروح كاتبين له المسار اللي انا هبعت عليه. يعني مثلا انا لو جيت هنا، خلينا كده، انا عايز مثلا الملف يجي هنا مثلا. انا فين هنا؟ انا في هوم نانو لاب، انا في المكان ده. انا عايز بقى الملف يجي هنا، الملف مش موجود اهو، مفيش حاجه هنا اسمها بيتر كاب. هنروح جايين كاتبين هنا المسار كان هوم نانو لاب تقريبا. يبقى ماشي، ندوس انتر بس نجرب الاول. اتنقل. ايه الحاجات اللي على جنب دي؟ 100% دي الاكيورسي، اللي هو الملف راح تمام والدنيا جميله. ودي سرعه النقل، دول معرفش ايه علشان ما بحبش افتي. تقريبا دي اللص مثلا، ان مفيش حاجه فقدت وهكذا.
ولكن طالما جاب لك ال الاحصائيه السريعه دي، يبقى الملف اتبعت تقريبا. ده حجم الملف. خلاص طيب. نشرح الامر سريعا. اس سي بي ده الامر اللي احنا بنستخدمه او السيرفيس اللي احنا بنستخدمها علشان نبعت او نروح نجيب ملف، نبعت ونستقبل يعني ملفات من مكان لمكان تاني. ده اسم الملف بتاعنا، ده اليوزر بتاع السيرفر ده على ايه الاي بي بتاع اليوزر بتاع السيرفر ده، دبل دوت، وبعديها بكتب المسار اللي انا هروح ابعت عليه الملف. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا في المسار اهو، المسار اللي احنا كتبناه. طبعا مفيش هنا ايه بيتر كاب. لو جينا عملنا ليست هنلاقي، مش هنلاقي، لا اهو موجود، هنلاقي بيتر كاب الملف موجود. وانا مش عايز ابعت ملف يا عم، انا عايز ابعت دايركتوري، هبعته بنفس الشكل كده اللي هو ثواني، هبعته بالشكل ده كده. طبعا ده المفروض ده يبقى فولدر، يعني المفروض انا امسح دي. انا عندي الملف ده خلاص، او خلينا نمسح الامر كله مثلا اهو. ده يا عم نمسح كلير ليس. انا عندي الفولدر ده اسمه ديستنيشن او ديست مثلا، لو دخلنا في ديست ده نشوف جواه ايه، جواه الفايلات دي ايا كان هي ايه. احنا بنجرب بس. طيب هل هكتب نفس الامر ده، اروح كاتب له اس سي بي ديست مش عارف نانو الاي بي بالشكل ده؟ هو يعني هو فعليا ولكن مع يعني تفصيله صغيره تفرق، ان ده بسبب ان ده فولدر مش دايركتوري، الا وهو ان ده فولدر، فانا ما ينفعش اتعامل معاه بالشكل ده. بروح جاي ضايف هنا ماينس ار اللي هي بتindicate ايه او معناها ايه، معناها ريكيرسيف. مش احنا لما كنا بنيجي في الفيديو بتاع ان احنا ازاي نتعامل مع الفولدرات او الدايركتوريز، كنا لما بنيجي بنمسح بماينس ار ليه؟ علشان الفولدر ده او الدايركتوري ده مش فاضي، فريكيرسيف دي معناها بعته هو واللي جواه. طيب احنا الاول نعيد تاني الحته دي سريعا. الفايل كنا بنكتب الامر، الفايل اللي انا هبعته، وكنت بكمل السطر ده عادي بنفس الشكل، مفيش فرق. الفرق هنا ان انا بكتب ماينس ار دي لو هبعت فولدر، لو هبعت فولدر او دايركتوري، حاجه زي كده، حاجه زي كده، مش حاجه زي كده. يا ريت نركز. طيب احنا كده الامر تمام. نيجي نكتب ان دوس انتر، هيروح قايل لك ايه؟ هيروح قايل لك ان المحتوى اللي جوه الفولدر اتبعت تمام. مش هيقول لك بقى ان ديست ده اتبعت نفسه، لا، هيقول لك ان ال الحاجات اللي جوه او المحتوى اللي جوه الفايل ده اتبعت. طيب نيجي نشيك، هنيجي نمسح كده، هنيجي نعمل ls ونيجي هنلاقي الفولدر اهو اللي هو destination، وده بيتر كاب اللي لسه جاي من شويه. هنيجي ندخل جوه destination ده ونعمل ls، هنلاقي الفايلات بتاعتنا والحاجات اللي كانت موجوده هنا. الفايل ده شكله عامل كده، الفايل ده مضغوط ومتقرشف، وهنتعلم ده كمان شويه، فعلشان كده شكله كده، لكن هو فايل عادي زي ده. خلاص مش قصتنا دلوقتي. طيب ماذا لو انا عايز اعمل العكس؟ انا كده عملت ابلود على السيرفر، انا كده بعت له ملفات، بعت له دايركتوري. طيب انا عايز اجيب من عنده ملف مثلا، اعمل ايه؟ خلينا مثلا نيجي هنا كده، ندي مثال بسيط. نيجي نكتب مثلا نيو فايل مثلا بالشكل. هو فينا نيو فايل غير؟ مش عارف. ماشي نكتب هنا مثلا سنتوس از ذا بيست، ونيجي هنا بهذا الشكل. احنا عملنا ماشي، خليه هنا وخلاص مش مشكله. نيجي نعمل كات للفايل بتاعنا، هنلاقي سنتوس از ذا بيست. انا عايز اجيب الملف ده من غير ما اجي هنا واروح داخل الناحيه وبعته الناحيه الثانيه، يعني ما اجيش هنا واعمل نفس اللي عملته الناحيه الثانيه، لا انا عايز افضل مكاني واجيبه. اجيبه ازاي؟ بروح عاكس الامر. عكس الامر ازاي؟ يعني مثلا انا دي كنت بكتبها في الاخر، روح ابعت لي ده هناك، ابعت لي الملف ده هنا اهو. لا، هنا الامر مبيبقاش كده، بيبقى ازاي؟ هنشوف كده. هنروح قايلين له ايه؟ هنروح عاكسين الامر. حلو كده، جميل. أنا طبعا كتبت الاي دي غلط من الناس. ماشي، بقول له وروح اعمل لي داونلود من السيرفر ده. طيب انت عايز السيرفر ده داونلود يجيب الفايل اللي اسمه ايه ولا موجود فين؟ اقول له الفايل اسمه هوم، جوه موجود جوه مش عارف نانو، جوه لاب،
جوه ديستنيشن تقريبا، ثواني. جوه ديستنيشن صحيح. والملف اسمه نيو فايل. طيب انت عايز الملف ده اعمل لك داونلود فين؟ عارف انت لما تحمل حاجه مثلا او تعمل داونلود لحاجه من على البراوزر، يروح جاي لك كده يقول لك اسيفه فين. لو انا جيت دوست النقطه دي معناها ايه؟ معناها سيفه في المكان اللي انا واقف فيه ده، مش في مسار تاني. ما تروحش توديه في الداونلودز مثلا، ما تروحش تحطه على الديسكتوب، لا خلوه لي هنا. جميل، النقطه دي معناها هنا. طيب ونيجي ندوس انتر. خلاص هو كده اتعمل له ايه؟ اتعمل له داونلود. هنيجي نشوف احنا الفايل ده كنا عاملينه هنا. هنيجي نعمل ls ندور اهو الملف اهو. هنيجي نعمل كات لنيو فايل، هنلاقي سينتوس از ذا بيست. خلاص طيب يعني ناخد مثال اخير برضو علشان خاطر ايه الدنيا ما تبصش مننا. احنا عايزين مثلا نعمل داونلود لفولدر، خلينا مثلا نحمل نيو داير ده. احنا دخلنا جوه نيو داير ده كده، الاس ما فيهوش حاجه، خلينا نعمل جواه مثلا ملف اسمه فايل وخلاص، بحيث ان احنا ايه يعني يبقى الموضوع جميل. ماشي. طيب هروح جاي هبدل حاجه بسيطه خالص، ان انا اولا طبعا خلاص بقى انا مش عايز نيو فايل ده، انا عايز نيو داير. خلاص هبدل له بس اسم الفايل باسم الفولدر، واجي هنا اقول له ماينس او. غلط. ليه بقى غلط؟ مش عارف الحقيقه. نيو داير طب ما انا كاتب نيو داير. فين المشكله؟ السي بي ماينس ار نانو طب ثانيه. نو ساتش فايل اور دايركتوري. لا هو تقريبا الاسم غلط اللي انا كاتبه. مش فاهم الغلط الحقيقه، مش مشكله يعني. هي الغلطه مش في الكومنت، غلطه في اسم ثواني انا عرفت الغلطه فين. معلش انا كتبت المسار غلط. هو موجود في لاب مش موجود في برضو. يعني ايه انت مصمم تضايقني ولا ايه؟ خلاص بقى انا شخصنت الامور وهحمله، يعني هحمله. خلاص كده اتحمل. نيجي نعمل ls فين بقى نيو داير ده؟ بيضايقني نيو داير. وجينا دخلنا جوه نيو داير نلاقي ls، هنلاقي فايل. طيب هي الغلطه هنا كانت في ايه علشان محدش يتلخبط؟ اللي انا كنت كاتب المسار غلط. يعني داير ده موجود هنا في اخره لاب، هنا موجود جوه لاب، ده انا كنت كاتب بعد لاب ديستنيشن. دي غلطه مني انا. خلاص الغلطه اللي هنا ان انا ما كتبتش ماينس ار علشان انا بعمل داونلود لفولدر. طيب نيجي للجزئيه اللي معانا بعد كده، الا وهي جزئيه الضغط والارشفه. خلينا نبدا بالارشفه الاول او الاركايف يعني. طيب خلينا بس نعمل تاتش، نعمل فايل نسميه نانو. طيب احنا معانا فايل ومعانا دايركتوري. الاول ازاي ان انا اقدر اعمل ارشف ملف؟ طيب احنا بنستخدم تول اسمها تار، ودي اشهر تول يعني بتارشف الملفات او بتعمل اركايف للملفات في اللينكس. بعدين بستخدم الاوبشنات الخاصه يعني دي معناها كرييت فايل. خلاص مش لازم نركز في المصطلحات دي او كل حرف يرمز لايه، يعني كفايه ان انت تبقى عارفهم ان ده بيعمل كذا. خلاص طيب احنا عايزين نعمل ارشفه لايه؟ عايزين نعمل ارشفه اولا عايزين نسميه مثلا تار، او مثلا فولدر دوت تار. ده الامتداد اللي احنا هنخلي الملف يبقى يعني بالامتداد ده. خلاص ايه بقى اللي احنا يعني ايه الملفات اللي احنا هنضيفها للملف اللي احنا هنرشفه ده؟ مثلا خلينا نضيف نانو، نضيف تيست دي، وندوس انتر. ما جابش ايرور يبقى هو شغال. لو جينا عملنا ls هنلاقي فولدر دوت تار. خلاص طيب تعالى مثلا نروح مسحين تيست ده ومسحين نانو ده. خلاص بقى عندنا فولدر دوت تار بس. طيب في امر جميل قوي، يعني تار دي برضو من التولز اللي هي جميله يعني. لو جينا عملنا تي اف كده لفولدر دوت تار، الامر ده بيعمل ايه؟ الامر ده بيعمل لي ليست طبعا انت مش شايف ده جوه يعني انت مش عارف ده جوه ولكن علشان
تشوف ده جواه ايه، هتروح مستخدم الاوبشن اللي هو تي، هيعمل لك ليست للمحتوى. ايه هو المحتوى؟ المحتوى فولدر اسمه تيست، وملف اسمه نانو. طيب ازاي نعمل اكستراكت الحاجات دي، او ازاي نطلع الحاجات دي؟ هنروح جايين نكتب تار ماينس اكس اف. هي الفكره مش في كلمه تار نفسها، الفكره في المفاتيح او الاوبشنات نفسها. خلاص. لي فولدر دوت تار، وندوس انتر، نيجي نعمل ال اس، هنلاقي الملف بتاعنا والتست بتاعنا. طب ده جميل قوي يا عم عوبد. طب افرض انا مثلا عايز، خلينا بس نمسح ايه فولدر دوت تار ده. طب افرض انا مثلا عايز اعمل ايه، عايز اضغط الملف وارشفه في نفس الوقت. يعني انت فاهم ازاي اعملها؟ ازاي اعملها بتربط، ولكن الاوبشن بيبقى هو اللي مختلف، وكمان امتداد الملف هو اللي بيبقى مختلف. بعملها ازاي؟ بكتب سي زد اف، بضيف الزد دي. الزد دي بترمز لايه؟ بترمز لتول تانية اسمها زي اي بي. خلاص، مش هي زي اي بي يعني، اسمها زي اي بي. ودي بتقدر ان هي يعني هي زي معمول لها مثلا انجكشن كده في التول دي، فبتقدر ان انت تضغط لي التول دي الملف وتارشفه في نفس الوقت. مش قصتنا. طيب هنيجي نروح مثلا، انا عايز اعمل الملف اللي هضغطه وارشفه ده، عايز اسميه فولدر 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 دوت تار. لحد هنا انا مقرشف، وبعدين جي زد، ده امتداد الضغط. طيب ايه اللي انا عايز ارشفه واضغطه؟ والله عايز اضغط وارشف نانو وارشف دو تيست. اجي اعمل ال اس، شوف الامتداد مختلف. الامتداد ده انا مش انا اللي مخترعه، انت لو كتبت اي حاجه غير جي زد دوت تار دي هتبقى غلط. خلاص. ده لو في حاله انت عايز تارشف وتضغط. طب عايز اشوف المحتوى، عايز اشوف محتوى الارشفه والكلام الجميل ده اعملها ازاي؟ اولا نمسح دي، جميل، ونروح مسحين السي دي ونكتب تي، يجيب لك برضو المحتوى، بس ده محتوى ملف متأرشف ومضغوط، مش مش متأرشف بس. طيب انا يا عم عايز اعمل اكستراكت، او يعني خلينا نمسح مثلا عشان نشوف الفرق، نمسح ده ونمسح تيست ده، ماشي مع خلاص كده. عايز اعمل اكستراكت للحاجات بتاعتي دي، اعملها ازاي؟ اعملها كده اكس اكس اف، اكس زد اف تقريبا يا رب يطلع صح، يعني انا حاسس ان انا ناسي. ونيجي، لا طلعت صح خلاص، يعني ده حاجه جميله خالص. هنلاقي المحتوى بتاعنا موجود، الدنيا جميله خالص. طب خلاص، يعني ده بالنسبه لحته الارشفه والضغط. طب افرض انا مثلا عايز اضغط بس، مش عايز ارشف ولا حاجه. خلاص خلينا نمسح يا عم فولدر ده، ونيجي بنستخدم التول دي علشان نقدر ان احنا نضغط الملف، وبنستخدم معاه الاوبشن ده. خلاص، بنستخدم الاوبشن ده بنفس الطريقه بقى. خلاص انا عايز اسميه الملف ده كده. خلاص، بيبقى ده الامتداد بتاعه، امتداد التول. لما كنت بستخدم تار كان بيبقى دوت تار، خليك فاكر. انا عايز اضغط الملفين دول، اضغط الملفين دول في الملف ده سوا. يا ديني انا بوظت الدنيا. اضغط الملفين دول او الفولدر والملف دول. حلو، انا كاتبهم مرتين. الفولدر ده والملف ده اضغطهم جوه الملف ده. خلاص، جيت دوست، جيت اعمل ال اس، هنلاقيهم موجودين، هم مش هيتمسحوا يعني. ومعانا ايه؟ معانا الملف بتاعنا ولكنه مضغوط بس. لو جيت مسحت نانو دي ومسحت تيست ده علشان بس الدنيا توضح، اعمل فك للضغط ازاي؟ بهذا الشكل كده. بالشكل ده هيقول لك اهو اكستراكتنج نانو وتيست. لو جيت عملت الاس هتلاقيهم، وهتلاقي الملف موجود زي ما هو، مفيش اي مشكله. طيب امر اخير ايه هو بقى؟ طب ماذا لو انا عايز اعمل باسورد للملف اللي انا عايز اضغطه ده؟ اعملها ازاي؟ يعني عايز اعمل ملف مضغوط زي ده بس بباسورد، ازاي؟ هنعرف ازاي. اولا هنيجي نعمل كده ماينس ار بتاعتنا عادي، ونروح، بس انا مش بحبذ ان انت تستخدم الامر ده، وهقول لي دلوقتي. خلاص، وتيجي تكتب مثلا باسورد 1 2 3 4 5 6. خلاص يا عم، ونكتب نسميه فولدر دوت والامتداد ونانو تيست. طيب سريعا كده، ده انا الفولدر ده، ثواني كده، الفولدر ده
والملف ده عايز اضغطهم في ملف اسمه فولدر دوت زي اي بي، وضفت الاوبشن ماينس بي وبعديه الباسورد، وضفت ماينس ار دي علشان اعمل ضغط، ودي التول بتاع الضغط. ندوس انتر. ماشي خلاص كده كله تمام. تعالى نمسح نانو دي وريموف داير. انا بمسحهم ليه؟ علشان لما اجي اعمل اكستراكت تعرف ان هو اتعمل له اكستراكت. تعالى بقى نعمل ايه؟ فك ضغط لده. هيقول لك اكتب الباسورد. اكتب يا برنس الباسورد. لو جيت كتبت طبعا مش هيبان ان انا بكتب. اتفك. طيب انا ليه مش بحبذ الامر ده؟ يعني ليه مش بحبذ ان انت تيجي تكتب ماينس بي، هي بي كابيتال بالمناسبه يعني كده مش كده. ماشي. ليه؟ لان انا لو جيت عملت هيستوري مثلا كده، بص الباسورد موجود في الهيستوري، فانت كده السكيورتي راح في داهيه خلاص. فمش يعني يعني ممكن تستخدمه براحتك عادي، وممكن تمسح بعدها الهيستوري اللي هو مش فارق معاك، ولكن في حاجات تانية ممكن تستخدمها احسن يعني من الكلام ده كله. فدي بالنسبه لجزئيه الارشفه والضغط. طيب نيجي لجزئيه تانية سريعه كده مش هتاخد مننا وقت، وهي حته ان انا اعمل باور اوف او ريبوت للجهاز وكده. طبعا ما احبش ان انت تروح جاي هنا كده وعامل باور اوف او شات داون، يعني ده مش اسلوب احترافي، عيب عليك ما تعملش كده تاني. ده اول حاجه يعني. ثانيا في بيئه السيرفرات والاماكن اللي هي مؤسسات والكلام ده ما ينفعش تعمل كده يعني. ماشي، اللي بيعمل كده هناك فلاح. ده اول حاجه. طيب احنا بنعمل كده ازاي؟ خلاص بقى انت راجل لينكس ادمنستريتور قد الدنيا، استخدم بقى الاوامر بتاعتك بقى يا باشا. ممكن تكتب ريبوت كده بالشكل ده. حلو، هيعمل ريبوت بس انا مش هدوس انتر عشان ما يروحش عامل ريستارت من اول ريبوت دي اللي هي ستارت يعني. خلاص ممكن تروح جاي كده لو انت بقى يعني تحب، لو انت يعني اتضيقت معاك قوي. سيستم، بس انا كتب غلط، سيستم سي تي ال، وتروح عامل ريبوت. هتدوس انتر هي نفس النتيجه برضه. خلاص بس انا مش عايز اعمل ريبوت يعني علشان يعني ما هيقفل ويفتح ونحتاج مونتاج وبتاع. انت لو دوست انتر هيرستر معاك يعني، مش قصه يعني. طيب لو عايز اقفله اعمله باور اوف، والله ممكن تستخدم الامر ده. خلاص، وممكن تستخدم يعني اهي سيستم سي تي ال هالت بالشكل ده. طيب ده علشان اقفل الجهاز خالص اعمله شت داون يعني. طيب بس كده لا، ممكن اجي اروح كاتب له باور اوف او سيستم سي تي ال، سيستم سي تي ال باور اوف. هي دي ميزه اللينكس برضو ان في اوامر كتير قوي يعني ممكن تأدي لك نفس الوظيفه، والدنيا سهله وجميله يعني. خلاص، فاحنا خلينا مثلا نروح جايين نختار امر كده، نختار بلاش باور اوف ده عشان كلنا عارفين يعني. خلينا نكتب مثلا نختار هالت ده، ونروح قافلين الجهاز. انا كده هقفل المكنه يعني. ونروح دايسين انتر ونستنى. هيروح طالب منك يوزر، هيروح طالب منك الباسورد. ليه هيطلب منك الباسورد؟ ما مش اي حد يعدي كده يروح يعني مرستر الجهاز برضه يعني خليك فهمان برضه مش كده. طب هو طلب الباسورد بتاع كالي ده، اشمعنى كالي؟ ان اليوزر ده اسمه عبد الرحمن. علشان كالي ده سودوريز وعنده صلاحيات السودو. يعني ايه صلاحيات السودو؟ هنتكلم فيها كمان شويه لما نتكلم عن انواع اليوزرز. هنروح جايين عاملين كاتبين الباسورد اهو. طبعا هو هنا فشل عشان تايم اوت، مش مشكله. وسنتكي تدوس انتر، خلاص المكنه سي بي يو ما علينا يعني. المكنه قفلت. للنقطة الأخيرة وهي جزئية نظري الحقيقة، مش عملي. الجزء العملي الخاص بيها هيبقى الفيديو الجاي، وهي جزئية أنواع اليوزرز والفرق ما بينهم. طيب أنا أشرحها نظري ليه؟ لأن ده شابتر كبير لوحديه. لو خدناه نظري وعملي أنت هتتشتت، فأنا مش عايز أشتتك عشان بخاف عليك. هنخلي العملي فيديو خاص ليها المرة اللي جايه. خلينا نتكلم بس عنها نظرا بحيث ان انت تستوعب الدنيا المره الجايه. ايه الفرق بين اليوزرز اللي موجودين في اللينكس؟ انا بتكلم هنا على مستوى الصلاحيه، مستوى صلاحيه كل يوزر عن التاني. احنا عندنا الروت ده اول نوع، عندنا السودو او الويل. والويل دي هتلاقيها الكلمه دي معناها هي السودو، ولكن هتلاقيها في السنتوس وهتلاقيها في الريد هات. في التوزيعات التانية اسمها سودو، وفي السنتوس اسمها سودو عادي يعني مفيش فرق يعني. وعندنا اليوزر العادي اللي هو الريجولار يوزر، وعندنا في الاخر
وعندنا في الاخر حاجه اسمها السيرفيس يوزر. هنتكلم عن كل واحد. ايه هو الروت يوزر؟ الروت يوزر ده اليوزر، احنا اتكلمنا قبل كده في اول فيديو اتكلمت فيه، قلت ان في حاجه اسمها الروت دايركتوري. الروت دايركتوري ده اللي هو يعني بيبدا منه كل اللي هو ده بيبقى بنعبر عنه بسلاش، وبيبدا منه كل ملفات النظام بتتفرع منه. عندنا بقى حاجه تاني اسمها الروت يوزر. الروت يوزر ده اليوزر هو بيبقى يوزر وحيد، يعني ما ينفعش يبقى عندي كذا روت. ده اول حاجه. الحاجه التانيه ان هو بيبقى نوع يوزر عنده كل صلاحيات على النظام، يعني يقدر يمسح كل حاجه، يقدر يعدل كل حاجه في النظام، يقدر حرفيا يمانج اي حاجه في النظام، عنده صلاحيات مطلقه لدرجه ان هو ممكن يمسح ملفات النظام نفسها. عارف انت زي مثلا تيجي تمسح ملف السي اللي في الويندوز وهو يقدر يعمل كده، بس هنا ملفات النظام بتبقى شكلها مختلف شويه. طيب انا بحاول الروت يوزر ازاي. احنا هنتكلم عن ده المره الجايه، لكن انا عايز اوريك حاجه بسيطه بالامر ده اللي هو اس يو هايفن او الماينس دي. بيطلب منك طبعا الباسورد، مش اي حد يبقى مع اليوزر ده. طبعا انا كتبته غلط، اكتبه تاني. تمام. لو جيت بصيت هنا، لما انا كنت يوزر بتاعي اسمه نانو اللي هو يوزر عادي خالص، كان هنا دي علامة الدولار. علامة الدولار دي انديكيت لايه او معناها ايه؟ معناها ان انا يوزر عادي. طيب لو جيت خدت بالك بقى من الروت، هتلاقيها حاطط لك شباك. الشباك دي بيتميز بيها الروت. خلاص ده فرق بسيط حبيت ان انا اعرفه لك. لو جيت حولت اليوزر تاني عادي احول، مش هيطلب مني الباسورد خالص، او احول لنانو عادي خالص ما يطلبش من الباسورد، لان ده الروت. الروت يقدر يعمل يوزر جديد، يقدر يمسح يوزر، يقدر يعمل جروب، يقدر يغير الباسوردات، يغير اسامي اليوزرز، يغير الجروب، يقدر يعمل كل حاجه. خلاص يعني ده عنده صلاحيه مطلقه للسيستم. طيب السودو او الويل ده، خلينا نقول السودو بقى او السودوريز، يعني الجماعه دول بيتقال عليهم السودوريز. السودوريز ده اللي هو ايه؟ هو نوع يوزر مع تفويض من الروت. يعني مثلا الروت يقدر يعمل كل حاجه، لا انا بص، انا شايف اليوزر العادي اللي هناك ده، انا هديله صلاحيه اسمها صلاحيه السودو، بحيث ان هو يقدر يقفل الجهاز او يعمل له ريبوت. طب يقدر يعمل يوزر جديد؟ لا. يقدر يمسحه؟ لا. يقدر يمسح ملفات النظام؟ برضو لا، الا اذا اديته صلاحيات بكده. وطبعا الدنيا بتبقى سبهلله، يعني خلاص انت مثلا محتاج صلاحيات الروت لو بنتكلم على مستوى شركه او سيرفرات او بيئه عمل حقيقيه، يعني خلاص انت عايز صلاحيه تعمل يوزرات مثلا، او ده انت يعني شغلتك ان انت تعمل يوزر جديد كل شويه للموظفين وكده، خلاص اديك صلاحيه تعمل يوزرز جداد وتدي لهم باسورد كمان. طيب تدخل تلعب في السيرفيسز مثلا او الويب سيرفر او الكلام ده، لا مالكش صلاحيه اصلا، انت ليك صلاحيه محدده، انما انا ليا صلاحيه مطلقه. خلاص ده بالنسبه للسودو. الروت هو اللي معاه الصلاحيات كلها. كويس. نسيت اقول حاجه خاصه بالروت، وان الروت ده ما تستخدموش عمال على بطال. ليه ما تستخدموش عمال على بطال؟ لان انت لو مسحت حاجه مش هيقول لك اكتب الباسورد، فتلحق نفسك بقى وعملتها بالغلط او مسحتها بالغلط او مفيش هنا بالغلط. لو استخدمت الروت ومسحت ملفات النظام نفسها، مش هيقول لك انت بتعمل ايه، هيمسحها فعلا حرفيا، ما بيقولكش انت بتعمل ايه. فانت خليك سبيسيفيك كده شويه وخليك فهمان، وما تستخدمش الروت يوزر عمال على بطال الا اذا احتجت ان انت تستخدمه. لو احتاجته بس، خلاف كده استخدم اليوزر العادي. يعني انت تستخدم الروت عشان تروح تنشئ ملف مثلا، لا يعني عادي، ما انت ممكن تعملها من غير ما تستخدم الروت يوزر، مش محتاج يعني. خلاص ده بالنسبه للروت وبالنسبه للسودو. طيب الريجولار يوزر ده ايه؟ الريجولار يوزر ده او اليوزر العادي هو السودو. اليوزر السودو قبل ما نديله صلاحيات السودو، يعني هو لما اديله صلاحيات السودو احنا نضفناه وعملناه بني ادم، انما هو قبلها خلاص يوزر معفن عادي، اخره يعمل تاسكات روتينيه. يعني مثلا يوزر او شخص كل شغلته ان هو يجي على السيستم كده يقعد يعمل ملفات اكسل يكتب فيها اي حاجه، اديله صلاحيات السودو اللي لا، خليه كده ما من غير صلاحيات السودو، ما يقدرش يعمل اي حاجه، اخره يكتب في الهوم دايركتوري بتاعه. ايه الهوم دايركتوري ده بالمناسبه؟ اللي هو ده. يعني مثلا انا اسمي نانو، الهوم دايركتوري بتاعي اسمه ايه؟ نانو جوه هوم. لو هو نانو او نانو جوه هوم، اخره يتحرك هنا، ما يقدرش يعمل اي حاجه في اي حته. خلاص. وممكن امنع عنه الصلاحيات دي كمان. ف
احنا عندنا الروت اعلى صلاحيات، عندنا السودو اللي من تحته، و او الويل بالمناسبه في السنسور ده بنقول عليهم كده، وعندنا ريجولار يوزر اللي هو انا مش مضطر ولا محتاج اديله صلاحيات عاليه. اديله ليه؟ خلاص هو انا سايبه كده من غير صلاحيات. لما بقى يحتاج يعمل صلاحيات معينه بخليه سودو او بديله صلاحيات السودو. عشان كده لما اجي مثلا اعمل ابلو ده اعمل داونلود لسيرفيس او بتاع، بروح كاتب سودو انستول مش عارف ايه كده بالشكل ده. ليه؟ انا هاخد تفويض بس من الروت، اكتب سودو واعمل انستول لسيرفيس معينه، انما كاني انا الروت. ده الفرق بين الثلاثه من حيث الصلاحيات. معانا يوزر مختلف شويه الا وهو السيرفيس يوزر. يعني ايه سيرفيس؟ سيرفيس دي يعني الاس اس اتش مثلا، زي الاف تي بي، زي الاتش تي تي بي، زي الانجن اكس اللي هو الويب سيرفر، حاجات زي كده بنعمل لها يوزر. ايه الفايده من كده؟ وايه اليوزر ده اصلا؟ يعني ده بيبقى ليه صلاحيات ولا ده بيبقى ليه صلاحيات على السيرفيس الخاصه بيه، واليوزر ده بيتم انشاؤه بشكل تلقائي من السيستم بعد ما انت بتثبت سيرفيس معينه. يعني لو انا جيت ثبت الانجن اكس مثلا، اللي هو المفروض اللي هو موازي للاباتشي سيرفر، يعني اللي هو بتاع الويب اللي هو ويب سيرفر يعني. طب انا لو جيت ثبت الانجن اكس هينزل معاها انجن اكس يوزر باي ديفولت كده بشكل تلقائي. طب ده ليه؟ يعني ايه الفايده برضه؟ علشان من خلال اليوزر ده اقدر ان انا امانج السيرفيس، ده اول هدف. الهدف الثاني ان انا اعمل ايزوليشن بين السيرفيسز. يعني مثلا ما ينفعش يبقى في يوزر معين هو اللي ماسك صلاحيات الاس اس اتش، الاف تي بي، الاس اف تي بي، مش عارف الانجن، مش عارف الاتش تي بي دي، الكلام ده كله لا مش هينفع. كل سيرفيس ولها يوزر. طب اليوزر ده ينفع اعمل لوجن بيه؟ ينفع ادخل بقى السيستم؟ لا. هل مثلا اليوزر ده ليه هوم دايركتوري زي ده كده؟ لا ملوش. تقدر تعمل لوجن بيه ليه باسورد مثلا؟ لا. هو وظيفته هو موجود باي ديفولت. موجود فين بقى؟ ممكن تشوفه في مكان زي كده اهو. يعني مثلا لو جينا هنا هنلاقي انجن اكس، هنلاقي اس اس اتش دي، خلاص بتبقى حاجات زي كده. وده الفرق بين الاربع انواع من اليوزرز. السيرفيس يوزر مختلف شويه عنهم لان هو مش، يعني المقارنه بين السيرفيس يوزر وبين اليوزرز العاديين بتبقى مش من حيث الصلاحيه، بتبقى من حيث فايدته ايه، موجود ليه وكده. انما دول بيختلفوا على حسب الصلاحيات او درجه الصلاحيه، يعني اللي واخدها اليوزر او درجه تحكمه في الجهاز. احنا خدنا الجزء ده بشكل نظري. الجزء ده فيه جزء يعني ليه شغل عملي كبير قوي هناخده الفيديو الجاي باذن الله، ولكن انا قلت افرش لك الدنيا بحيث انت يبقى عندك معلومه نظريه قبل ما اشرح لك عملي، علشان الدنيا ما تدخلش في بعضها معاك. باذن الله الفيديو الجاي هنتكلم عن انواع اليوزرز، ازاي تعمل يوزر جديد، ازاي تمسح يوزر، ازاي تدي يوزرز او يوزر معين صلاحيات معينه، ازاي تخليه سودو، ازاي تعمل جروب، وازاي تضيف اليوزر للجروب. ده الكلام ده كله هنتكلم فيه الفيديو الجاي. وبكده احنا خلصنا الجزء بتاع النهارده. لو استفدت اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب، وسلام عليكم.